زميلي سعد بجانبي عميد لاعب العالم الكابتن محمد عيا. الف مبروك هذا التأهل محمد، وكيف تشوف مجريات المباراة اليوم؟ والله الحمد لله اول شيء على التأهل. طبعا الحمد لله احنا ما لعبنا على التعادل اليوم، لعبنا ضاعت فرص لنا ضغطنا ما الله اراد، لكن طبعا استغلينا الفرصه. يمكن يوم جت الدقائق الاخيره من الشوط الثاني اعتقد ان نزلنا سكرنا النص، لانه اي كوره واي غلطه اعتقد انها راح تخسرنا المباراه، والحمد لله يعني مدربنا قادنا للبر الامان الحمد لله. ضاعت كثير من الفرص الهلاليه، كنتم خايفين انه يحصل اي شيء في اخر المباراه وتندمون على ضياع الفرص؟ طبعا يعني انت لما تضيع فرص اكيد انها تجيك فرص. طبعا اللاعبين معرضين للاخطاء، لانه كل ما تاخر الوقت كل ما يزيد الضغط، لكن الحمد لله يعني قدرنا نلعب ملعبهم. لما يعني يمكن الوقت كثير، يعني يمكن ما هاجمونا الا في اخر شيء، وهجمات كلها كور ثابته، ولكن الحمد لله والشكر على الفوز. واتمنى ان شاء الله المباراه الجايه مع الشباب ان شاء الله ان تكون ان شاء الله احسن من المستوى هذا ان شاء الله. بالتوفيق محمد. شكرا.